السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة. النهاردة وصفتنا سهلة جدا للمبتدئين، وهي طريقة عمل الرز بالشعرية، ازاي يظبط معانا ويكون طعمه حلو كده ومفلفل مش معجن وملحه مظبوط، ونحس ان احنا كده ناكله. لو كان نحف هنبقى يعني تحفة ومش عايزين ناكل حاجة جنبه. ان شاء الله الطريقة تبقى سهلة وتعجبكم وتطبقوها ويظبط معاكم بجد بإذن الله. اصلا الرز بالشعرية حاجة اساسية جدا في كل بيت مصري، فان شاء الله الطريقة تلاقوها سهلة ومفيهاش اصلا غير شوية كده تكات صغيرة واسرار بسيطة هنعرفها مع بعض في الفيديو. انا هنا بخزن عندي الرز في العلبة الكبيرة دي، وفي كوباية معيارية مع الرز بعاير بيها على طول. هي تقريبا 250 ملي او 250 ملي بالظبط، بعاير بيها الرز والشعرية دايما علشان يظبط معايا. أنا كمان بصراحة بالنسبة لي باجيب الرز والشعرية بالشكاير، شكارة اللي هي سواء ال5 ل10، أو في مرة جبت ال25. نصيحة ليكم والله، لو تقدروا تعملوا كده أحسن كتير، هتقعد معاكم وقت طويل وتريحكم من إن انتوا كل شوية تنزلوا تجيبوا طيب ندخل بالكيلو. بقى في الطريقة التكات اللي تخلي الرز معانا كويس. أول حاجة كده احنا جهزنا اهو الرز والشعرية، إن الكميات تكون يعني مناسبة لبعضها. الحلة تكون كبيرة اللي احنا بنعمل فيها، ما تبقاش حلة صغيرة، عشان الرز والشعرية او الرز حتى بس حجمه بيزيد في السوى. فما ينفعش ان احنا نبقى بنستخدم حلة صغيرة، هنلاقي انه مش عارف ياخد راحته، مش عارف يكبر في الحلة كده، وحجمه يزيد، فيقوم لازق في الرز اللي جنبه ويعجن ويبقى طعمه غريب. مش هيظبط معانا ويبقى طعمه وحش جدا. فلازم تبقى الحله كبيره، لازم ميه مغليه او شوربه سخنه هي اللي هنسقي بيها الرز. لازم نحط سمنه وزيت، ما ينفعش نحط سمنه بس وما ينفعش نحط زيت بس. فانا هنا حطيت حته سمنه بلدي كبيره كده، ممكن زبده، وكمان بنحط زيت برضو زيت يكون زيت حلو، يعني طعمه حلو وملوش ريحه، مش مخنن مثلا ولا استخدمنا فيه حاجه قبل كده او قالنا فيه. لا، لازم يبقى زيت حلو وملوش ريحة وحشة. ولازم تكون فيه معايا سمنة بلدي أو حتة زبدة، أو حتى لو سمنة صناعي لو بتستخدميها، مع إني منصحكيش لأنها مش صحية خالص. لكن أقصد ما يكونش زيت بس، بيبقى طعمه أحلى كتير وهو خليط من السمنة والزيت. لازم نغسله كويس جدا 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 لحد ما نلاقي إن المية البيضة اللي فيه دي خلاص خلصت وما بقتش بتنزل معانا واحنا بنصفيه. ده برضو سر مهم جدا. وكمان ان احنا مش نغسله ونشطفه ونصفيه ونقوم نحطه على طول على الشعرية، لا لازم ننقعه يعني فيما لا يقل عن 15 دقيقة، او يعني ربع ساعة 10 دقايق ننقعه في المية. ولما نحمر الشعرية نقوم مصفيين، وبعد ما يكون اتنقع 10 دقايق او ربع ساعة بس، يعني مش اقل من 10 دقايق، بعد كده نصفيه ونحطه على الشعرية المتحمرة. ده بيخلي شكله احلى، بيخليه ما بيعجنش، وبيخلي سواه احسن واسرع. فبرضو دي حاجة تانية برضو مهمة. الشعرية بتبقى نص كمية الرز، يعني مثلا عملنا كوبايتين رز يبقى هنعمل كوباية شعرية، عملنا 3 كوبايات رز يبقى هنعمل كوباية ونص من الشعرية. أنا هنا صراحة كنت عاملة كوباية 3 كوبايات من الرز، معاهم 3 كوبايات من الشعرية. أنا يعني هو المفروض إن إحنا نبقى عاملين نُص كمية، لكن طبعًا بأغلاء الأسعار والظروف اللي إحنا بقينا فيها، فبقيت مؤخرًا بالجأ لإن أنا أخلّي كمية الرز قد كمية الشعرية. وعلى فكرة والله العظيم بيبقى طعمه أحلى كتير من إن الرز يكون أكتر من كمية الشعرية، لمّا بيبقوا قد بعض بيبقى طعمه تحفة. هنحمّرها لحد ما يبقى لونها دهبي بالشكل ده، وبعد كده بننزل على الرز المنقوع المغسول المتصفي كويس جدا. هنحطه بقى على الرز هنحطه على سوري الشعرية المتحمرة. واهم حاجة كمان في الموضوع ده ان احنا نقعد نقلب كده شوية حلوين. انا سرعت عشان ما تزهقوش، لكن انا قعدت اقلب فيه كتير علشان كل رزاية وكل الكمية بتاعت الشعرية تتشرب من طعم الزيت والسمنة، ويبقى طعمه حلو، ما يبقاش كده ايه، في شوية فيهم طعم وشوية لأ. طيب نيجي بقى لحاجة تانية، للملح. دلوقتي أنا عندي المعلقة الصغيرة دي اللي هي مُقيت
حمرا دي اللي أنا باعاير بيها. المعلقة دي بتبقى بالنسبة لكوباية الرز وكوباية الشعرية بتبقى معلقة مليانة كده من الملح زي ما انتوا شايفين. طيب المعلقة دي هي قد ايه من معلقة الشاي؟ هي بالظبط معلقة الا ربع من معلقة الشاي، يعني كميتها من معلقة الشاي هي معلقة الا ربع. فلو احنا مش عندنا معلقة صغيرة زي اللي انتوا شفتوها دي، هنعاير الكوباية من الرز والشعرية 250 ملي بمعلقة الا ربع من الملح. تمام كده، كل كوباية من الرز وكل كوباية من الشعرية بنملحها بمعلقة الا ربع من معلقة الشاي. اوكي تمام. طيب انا هنا هحط طبعا من المعلقة الصغيرة بتاعتي دي 6 معالق، لان انا عاملة 3 رز و3 شعرية. كمان في حاجة تانية، لو الشعرية مش عايزاها تبقى غامقة قوي، هي لو لونها ذهبي هتغمق بعد كده معاكي. طب لو انت مش عايزاها غامقة قوي، يبقى احنا نبدأ نسقط الرز عليها بعد، يعني اقصد تكون لسه ما بقتش في مرحلة انها ذهبي، تبقى لسه فاتحة. لو انت عايزاها تبقى في الطبق لونها ذهبي فاتح، يبقى احنا ننزل الرز عليها وهي لسه فاتحة في الأول. دي حاجة تانية مهمة. طيب هنسقي بإيه؟ هنسقي مَيّة مغلية مش مَيّة باردة، وكل كوباية رز وكل كوباية شعرية عليها كوباية مَيّة، كل كوباية ليها كوباية مَيّة، وهيبقى كمان طعمه أحسن ومش هيعجن، لكن المَيّة الباردة هتخليه بيستوي في وقت أطول، وهتخلي طعمه وحش ومعجن ومش لطيف خالص وهيبوظ مننا. فدي حاجة تانية. طيب لو أنا هسقي بشوربة، هتعملي إيه بقى في الملح؟ دلوقتي أنا سقيت بشوربة already فيها ملح، يا إما بقى إن أنتِ قدامِك تبقي عاملة حسابِك من الأول إن أنتِ هتسقيه شوربة، فالملح عشان ما يلخبطكيش يبقى ما تحطيش ملح خالص وتظبطي الملح زي ما انت عايزه وتسقي الشوربه وتملحي الشوربه في الاخر، يا اما ان انت تحطي الملح عادي في الشوربه، وبعد ما تحطي الملح الميه اللي مملحه اللي هي الشوربه، يعني الشوربه مملحه عادي جدا وخلصتي وحطيتي الميه، تقومي تدوقي من الميه دي كده، تشوفي الملح بتاعها مظبوط ولا لا. يعني انت تدوقي الميه بتاعت الرز هي اللي هتعرفك. دي حاجة تانية برضو خليكي عارفاها، هتسهل عليكي جدا ان الرز يظبط معاكي. طيب لما المية بتتشرب بنعمل ايه؟ بنوطي النار شمعة وبنحط الشياطة. طبعا الشياطة بتاعتي مرهقة شوية، انت شفتوها من شوية كده فبس مش مهم، هي بتقوم بوظيفتها يعني. هنحط الشياطة ونوطي النار على أقل حاجة كأنها شمعة، ونقلب تقليبة واحدة بس، نشيل كل اللي في الجوانب وفي القعر علشان ما يلزقش كده في الحلة ويبقى بايظ يعني أو يتحرق. وبعد كده نغطي عليه ونسيبه، ما نفتحش عليه مش اقل من ربع ساعة، يعني ربع ساعة على الاقل يبقى مقفول، ما نفتحش عليه. وده هنا بعد ما فات ربع ساعة، او بصوا اهو خلاص الحمد لله، يعني هنا قرب يستوي خالص ومفلفل وجميل، مش معجن مش لازق مش محروق ومش لازق في القعر. دي اهم حاجة، بصوا اهم حاجة ان هو ما يلزقش، ودي حاجة كويسة جدا، لان اللي بيلزق ده على ما هو الباقي اللي فوق يستوي بيكون اللي تحت شاط ولزق وبيتحمص كده، يا اما بقى لو انتوا بتحبوه متحمص يعني ده مزاج تاني. فكده تمام. هنطفي بقى عليه ونقوم مغطيين عليه 10 دقايق، البخار بتاعه بيسويه اصلا، يعني بعد 10 دقايق بعد ما نقفل النار عليه، بعد مرور ربع ساعة قبل ما نفتح عليه، خلاص بقى هنقلب تاني ونقفل عليه ونسيبه 10 دقايق، هو البخار بيخليه يكمل السوا بتاعه. والله تحفة، بصوا طالع ازاي مفلفل وجميل وملحه مظبوط. ان شاء الله جربوا الوصفة سهلة جدا، وجربوها يعني بالتكات والاسرار اللي قلت لكم عليها، ان شاء الله هتلاقوا بعد كده ظبط معاكم باذن الله على طول. السلام عليكم ورحمة الله.